رشدي أباظة دنجوان الشاشة المصرية. أبوه اتبرى منه وقال له لو انت اشتغلت مشخصاتي لن تبني ولا أعرفك. اتخانق مع الملك فاروق مرتين عشان 2 ستات. أما تحية كاريوكا واللي كانت زوجة من أزواجه ضربت حبيبته الفرنسوية علقة، فضلوا يحكوا يضحكوا عليها سنين وسنين. جاله انهيار عصبي بعد وفاة الفنانة كاميليا لأنه كان بيحبها وبيموت فيها. اتجوز صباح في لبنان وطلقها بعد أسبوع بسبب الصحافة. أما والدته لما عرفت إنه هيتجوز تحية كاريوكا صوتت وقالت له هتتجوز رقاصة يا رشدي يا ابن الأباظية. وفي يوم وفاته طلب من إسمت وأحمد رمزي يساعدوه عشان يصلي لأول مرة في حياته. طبعا عرفتوا من المقدمة احنا هنتكلم عن مين النهاردة. فنان الزمن الجميل رشدي أباظة. يلا حضروا الشاي وتعالوا نحكي الحكاية. اسمه رشدي سعيد بغدادي أباظة. والده كان ضابط بوليس من عيلة الأباظية في الصعيد. أما عن أمه فكانت إيطالية، ولما والده ووالدته انفصلوا واتطلقوا في سن كان هو لسه صغير دخل مدرسة داخلية في اسكندرية. ولأنه ما كانش شاطر جدا في التعليم فكان بيحب يلعب رياضة، وكان كثير التردد على كازينوهات عماد الدين. كمان كان بيحب يلعب البلياردو. وشافه المخرج بركات وقال له أنا عايزك معايا يا رشدي في فيلم. الفيلم ده بطولة فاتن حمامة. بركات عمل دعاية جامدة جدا جدا للفيلم، وقال لهم معايا بطل من عيلة الأباظية. وطبعا عيلة الأباظية ما كانت مشهورة جدا جدا في الوقت ده. لما أبوه شاف الدعاية بتاعت الفيلم قال له أنت صحيح هتشتغل أرتست ومشخصات يا رشدي؟ رد رشدي أباظة على أبوه وقال له أيوة. أبوه قال له لو أنت اشتغلت مشخصاتي فلن تبني ولا أعرفك. قال له مش هينفع يا بابا، أنا خلاص أخدت 150 جنيه. وبعدها الفيلم فشل ذريع جدا. لكن بعديها عمل فيلم أمينة وخد فيه 500 جنيه في الفيلم. وبعديها جاب عربية أحدث موديل. قابل أني بيريه المطربة الفرنسية وقالت له إن هي هتغني في الأوبرج النهاردة وهتستناه عشان يحضر حفلتها. بالصدفة الملك فاروق كان موجود وكان قاعد بيسمع المطربة الفرنسية. وبعد ما خلصت قعدت مع رشدي أباظة. الملك بعت لها مرسال وقال لها الملك مستنيكي على ترابيزته. رفضت أني بيريه إنها تروح تقعد على ترابيزة الملك وفضلت قاعدة مع رشدي أباظة. ما هو كاريزما برضه. أما الملك فاروق بقى فما عداش عليه الموقف ده. إزاي المطربة ديت ترفض إن هي تقعد معاه؟ وعلى طول وبعد كام يوم رحل المطربة الفرنسية أني بيري على بلدها. وطبعا الموضوع ده سبب أزمة نفسية كبيرة جدا لرشدي أباظة، لأنه هو كان بيحبها جدا وكانت تقريبا أول حب في حياته. من بعدها قابل كاميليا في فيلم قمر 14، وكاميليا كانت جميلة جدا وهو كمان كان يتحب. رشدي أباظة وكاميليا قربوا من بعض جدا جدا جدا. وكان بيزورها في شقتها في عمارة الإيموبيليا، وكان معاه كمان مفتاح الشقة وفي أي وقت كان بيروح يقابلها. أما الملك فاروق فما كانش نايم على ودان، وكان بيراقب كاميليا صبح وظهر وليل، وكان بيعرف مين الداخل ومين الخارج عندها. ومرة اتقابلوا بالصدفة الملك فاروق ورشدي أباظة وقال له كلمتين. قال له يا رشدي ابعد عن كاميليا. كاميليا حست بالغدر من الملك فابتدت تتكلم مع رشدي وقالت له ان احنا لازم نسافر بره مع بعض ونتجوز بره مصر. الحقيقة ان هي حست بشوية تعب كده فقالت انا هسافر سويسرا شوية للعلاج، وبعد ما ارجع نتمم الزواج انا وانت. لكن الحقيقة وهي مسافرة ولسوء حظها راحت تحجز التذاكر وما لقيتش ولا تذكرة. بس أنيس منصور كان مسافر على نفس الطيارة، لكن والدته قالت له بلاش يا أنيس، أنا حاسة بحاجة غريبة، حاسة إن في حاجة هتحصل. رجع أنيس منصور التذكرة، ولسوء الحظ خدتها كاميليا، واللي ماتت متفحمة في الطيارة في 31/8/1950. ليكتب أنيس منصور مقالة ماتت لأعيش أنا. أما عن رشدي أباظة فقعد عنده انهيار عصبي لمدة أسبوعين في المستشفى. وبعد سنة من حبه لكاميليا اتعرف على تحية كاريوكا. أما رشدي قال لوالدته إنه هو هيتجوز تحية كاريوكا. والدته صوتت وقالت له ازاي هتتجوز رقاصة يا رشدي، ده ما ينفعش، ده ما يصحش. لكن رشدي كان عنيد جدا وكان معروف بعنده وراكب دماغه في كل قراراته. اتجوزها بالفعل وجاب المأذون وراح قال لها يلا، وهي في اللوكيشن قال لها قولي لهم استأذن ساعة، واتجوزوا في ساعة.
وفي مرة تحية كاريوكا كان عندها شغل في لبنان وقالت له ما تيجي معايا نغير جو. فعلا رشدي أباظة راح وبالفعل غير جو وقابل هناك فاكرين أني بيري اللي هي قابلها في الكازينو بتاع عماد الدين بتاعت فاروق. قابلها هناك في كازينو الحمرا بلبنان وانسجم معاها على الآخر، بس مين اللي قفشهم بقى؟ تحية كاريوكا. ودت أني بيري علقة وطلعت عليها القديم والجديد، والعلقة دي كانوا بيحكوا يضحكوا عليها سنين. طبعا تحية كاريوكا مسكتتش على كده وطلبت الطلاق. يقول لها يهديكي، يقول لها يرضيكي، ما رضيتش ابدا. وفعلا حصل الطلاق وانتهت العلاقة بالرغم انها كانت بتحبه، ولقوا صورته عندها في الشقة قبل وفاتها بفترة قصيرة. وفي سنة 1953 سافر لإيطاليا، وبعدها قابل صاحبه بوب عزام اللي هو كان بيغني أغنية يا مصطفى يا مصطفى. مرات بوب عزام أعجبت برشدي أباظة جدا وقالت له ما تيجي تدرس التمثيل هنا في إيطاليا عشان يبقى معاك شهادة تمثيل وتقدر بعدها تنزل مصر وانت دارس كويس التمثيل. فعلا درس هناك التمثيل ورجع على مصر. الغريب بقى ان هي رجعت مع بعديه بسنة واتجوزت رشدي أباظة، وكانت عينها عليه من وهو كان في إيطاليا. خلفت منه بنته الوحيدة اسمت، وكانت عارفة ان رشدي أباظة بتاع ستات، وكانت بتغير عليه موت موت موت، وكانت خانقاه رايح فين وجاي منين وبتكلم مين، وما تمثلش مع دي لان هي دي بتبص عليك ودي بتحبك. طبعا رشدي أباظة ملوش في الجو ده خالص، وكان متضايق ومخنوق من حياته معاه. وفي يوم من الأيام كان زهقان من باربرا مراته، راح اشتكى لصاحبه جمال فارس وقال له أنا مخنوق وعندها غيرة زيادة وحصل وحصل وحصل. راح جمال فارس قال له يا عم طلقها بلا قرف. رشدي أباظة خد بالنصيحة وطلقها سنة 1959. الغريب بقى إنها اتطلقت من رشدي أباظة واتجوزت جمال فارس. طول الفترة ديت كان زعلان مع والده بسبب انه دخل التمثيل، لكن اخواته اما جم يتجوزوا اخواته البنات قعدوا يتحايلوا على والدهم ان رشدي لازم يحضر الفرح. بالفعل جم وكلموا رشدي وقالوا لازم تحضر الفرح وتيجي تصالح بابا. وبالفعل راح وصالح والده ووطى على رجليه بسها وطلب السماح منه وتصالحوا، وبعدها الأمور كانت تمام. بعدها طلب انه يتجوز سامية جمال. قالت له طب اديني شهر افكر. قالها مفيش شهر ولا بتاع، معاكي اسبوع وبعدها تردي عليا. والاسبوع اتحول ل 12 ساعة، وبعدها برضه راح جايب المأذون وكتب كتابه على سامية جمال. الحقيقة إن سامية جمال كانت ست بمعنى الكلمة، وما خلفتش من رشدي أباظة وسابت التمثيل عشان تهتم برشدي أباظة وبنته اسمت. لكن رشدي أباظة بعد ما حصلت النكسة السينما وقفت خالص في مصر. سافر لبنان وتقابل هناك مع صباح في فيلم، بالفعل في الفترة دي وفي أثناء الفيلم حبوا بعض، وهو كان يتحب والصبوحة كمان كانت تتحب. حصل بينهم انسجام جامد جدا. كانت هي لسه متطلقة من أحمد فراج وحصل الجواز بينهم، بس الجواز ما استمرش اكتر من اسبوع لان طبعا الصحافة ما سابتش صباح وقعدوا يكتبوا عليها خطافة الرجالة. وطبعا الكلام ده وصل سامية جمال، لكن هي ما حركتش ساكن وما اتخذتش الموضوع بشكل عدواني. اتطلقوا بعد اسبوع صباح ورشدي أباظة، وبعدها رجع رشدي أباظة لمصر. لكن بعد فترة اتطلق أو طلق سامية جمال عام 1977. بعدها رشدي أباظة بدأت عليه آثار وأعراض التعب وجاله ورم على المخ. والدته نصحته إن هو يتجوز بنت عمه نبيلة أباظة، وقالت له بقى سيبك من التمثيل وممثلين، وهي بنت عمك دكتورة وتقدر تهتم بيك. الحقيقة إن هو سافر على إيطاليا وبالفعل اتعالج هناك، وبعد ما رجع ابتدى برضو بعديها بفترة قصيرة حس بإنه هو تعبان وراح للمستشفى. وبعد ما وقع في التصوير واكتشفوا هناك إن عنده السرطان وفي مرحلة متأخرة جدا. يوم 26 يوليو 1980 طلب رشدي أباظة وهو على فراش المرض من أحمد رمزي وإسمت بنته إنه يساعدوه عشان يتوضى ويصلي ركعتين، لأنه حاسس إنه هيموت النهاردة ونفسه ربنا يقبل منه توبته. وبعدها الحقيقة بعد ما صلى فقد بصره وفقد الذاكرة ودخل في غيبوبة ليتوفى مباشرة 27 يوليو 1980 في مستشفى العجوزة عن عمر يناهز 53 سنة. وبس كده أكون خلصت لكم حياة الدنجوان رشدي أباظة. ربنا يرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين، قولوا أمين. ما تنسوش
ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وقولولي في الكومنتات عايزين تسمعوا قصة مين من المشاهير. سلام عليكم.